بنغازي إلى ساحة التحرير لإحياء الذكرى الأولى للثورة الليبية، الساحة التي كانت مسرحا لتجمعات جماهيرية مناصرة لباقي المناطق المنتفضة على حكم القذافي استعادت آلقها بحضور شبابي لافت. يعني شوف 42 سنة ما حقناش ولا حاجة، فهمتوا؟ بعدين الحمد لله تحررنا، وشوف دعينك يعني واحد ما يقدرش يعبر. يعني أول مرة نحتفل بعيد ليبي نحسوا فيه الليبيين، وبنغازي كانت الشرارة الأولى، يعني هذه حاجة ينساش تذكر في الشعب الليبي. لكن بنغازي التي اشتهرت بتمردها الدائم لم تترك هذه المناسبة تمر بدون التشديد على المطالب التي من أجلها قامت الثورة. أهل بنغازي طالبوا ب 18 مطلب، والآن ننتظر من أعضاء المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية لتلبية هذه المطالب المشروعة، وهي ليس مطالب مدينة بنغازي بل هي مطالب الشعب الليبي. يتنازع بنغازي إحساسان: الاعتزاز بكونها شرارة الثورة والقلق عليها في آن. لذا فإن هذه الاحتفالات ليست فقط لإحياء الذكرى الأولى، إنما هي أيضا للتذكير باستكمال أهداف الثورة. الاحتفالات بالذكرى الأولى لثورة 17 من فبراير عمت جميع المناطق الليبية، على رأسها العاصمة طرابلس. ميدان الشهداء أمه المحتفلون رافعين رايات الاستقلال. الحقيقة فرحة عمت كل البلاد، واحنا شعورنا يعني شعور ما كناش متعودين عليه ولا عمرنا عملناها. ومع إحياء الليبيين ذكرى انتصار ثورتهم على حكم القذافي، بات ملف بناء الدولة الأكثر إلحاحا. الجانب الآخر صدحت الأصوات بالهتافات ورفرفت الأعلام عاليا في سماء بلد منتش بتحقيق حلم كان سابق العهد من سابع المستحيلات. عام مر على ثورة ليبيا وبقايا الدمار هناك تقف شاهدة على انتفاضة ناجحة ضد القهر والطغيان والهوان. هنا كان يحتمي القذافي تارة ويظهر تارة أخرى ليمطر شعبه بوابل من الوعيد. الكل سار في خبر كان. والآن تفتح ليبيا ذراعيها لمستقبل أكثر وعدا وإشراقا وأملا في دولة سيدها القانون والعدالة الاجتماعية، غير أن بعض المخاوف من زعزعة الاستقرار ما تزال متربصة بعقول الليبيين، خصوصا مع وجود مئات من الميليشيات المسلحة في البلاد ترفض وضع السلاح. وهذا إحساس يبدو طبيعيا بالنظر إلى ما عاشه الليبيون، كما أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى لابد وأن تشوبه بعض المعيقات، غير أن التماسك بين أوصال الشعب الذي استطاع الإطاحة بنظام طغى لأزيد من 40 عاما لقادر على تخطي هذه المرحلة الانتقالية بكل ما تحمله من صعاب، ليكون الغد أفضل بين أحضان ليبيا الجديدة الحرة.